هلو هلو، يلا بقى نعمل مع بعض نفس الفكرة اللي هي هنعمل ميك اب على العيون السيليكون، بس العين دي هتبقى لوك مختلف غير العين التانية. اول حاجة اخدت اللون الفاتح اللي هو على جملي وابتديت اثبته على الجفن كله، وصغرت البلاش بتاعتي وابتديت احط اللون البني المحروق ده خالص، هعمله زي السموكي كده. هبتدي اثبته على الجفن المتحرك كله بحركات دائرية، وهبتدي اموه الاطراف بتاعته. ليه؟ انا طبعا مش هسيبه البني، انا بحط اللون البني الاول علشان هحطه فوقيه لون تركواز، فانا لما اعمل البيز بتاعي لون غامق فاللون اللي انا هحطه يبقى قوي معايا. زي ما انتم شايفين حطيت عليه بنفس البروش اللون التركواز، اخدته من باليت جاكلين هيل. لو انت مش عندك وموجود عندك في اي باليت تاني عادي ممكن تستخدميه، وكمان انت بس ممكن تعتمدي التكنيك اللي انا بعمله وتستخدمي اي لون تاني، مفيش اي مشكلة. انا بس بوريكي تكنيك انت تمشي عليه. ودلوقتي انا بثبت اللون التركواز وببتدي اعمل حركات دائرية للون، وهبتدي ادمج الاطراف بتاعته. انا ليه ببتدي اعمل لكم دلوقتي الفيديوهات دي اللي هو لوكين مختلفين؟ علشان تعرفي ان انت ما ينفع، يعني مش لازم تتأيدي بالميك اب بالوان معينه، ان ممكن من الوان واحده تطلعي لوكات كتير قوي، بس انت تفكري ازاي تعملي اللوكات دي بس كده. ودلوقتي ابتديت اخد البنسل بروش واخدت اللون الكافيه الغامق وابتديت اموه الاطراف بتاعه اللون التركواز عندي زي ما انتوا شايفين. وكمان اللون ده بيبقى حلو قوي في الميك اب، وكمان في بنات كتير بتحبه. وببتدي اموه الاطراف بتاعتي كلها وما تزهقيش خالص، لان انت عارفه ان الالوان الغامقه بتحتاج دمج كتير، فادمجي. كل ما تدمجي الالوان كويس كل ما تطلعي تدرج في الاي شادو يبقى شكله حلو قوي وبيبقى بروفيشنال اكتر. ودلوقتي بقى استخدمت الفرشه بتاعه الدمج الكبيره، واخدت اللون اللي على اورنج فاتح خالص وابتديت ادمج بقى الاطراف. ده زي الترانزيشن كلر كده اللي احنا بنحطه اول الميك اب، الاي شادو بيبقى اللي هو البيز بتاعنا. انا ابتديت بقى بيه في الاخر، لان انا ابتديت الاول بالالوان اللي هي في الجفن المتحرك، وببتدي ادمج الاطراف زي ما انتم شايفين. انا مش مسرعه الفيديو خالص علشان تعرفوا قد ايه الدمج بياخد وقت. انا لما بعمل لكم فيديو سريع ده بيبقى سريع عشان بس وقت الفيديو، لكن الدمج بيبقى على الطبيعه يعني اكتر من كده بكتير. ودلوقتي برضو ببتدي استخدم البنسل البروش دي بحبها جدا وعمليه معايا قوي بطريقه يعني رهيبه. ودلوقتي بقى بعد ما تدمجي الالوان وحسيتي ان اللون اللي هو اللي شبه السموك اللي احنا عاملينه خف معاكي، مفيش اي مشكله، بتبتدي تتقليه تاني بنفس البروش اللي انت حطيتيها وترجعي باول فرشه خالص احنا استخدمناها، وتبتدي بس تدمجي الاطراف. ليه بتدمجي الاطراف؟ زي ما قلت لك عشان تطلعي تدرج في الالوان. دلوقتي بقى جنب اللون اللي هو المات التركواز جنبه على طول نفس اللون في نفس الباليت بتاع جاكلين هيل، اللون اللي هو التركواز الشمر منه. فابتديت اخد البروش اللي هي المبططه دي وابتديت بقى اثبت اللون الشمر على الجفن المتحرك كله. شايفين رسمه العين؟ ابداع ابداع والله يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده. وببتدي بقى ادمج الاطراف بتاعه اللون اللي هو البيز اللي انا حطيته اللي هو الشمر. دلوقتي بقى اخدت كحل بني مش اسود وابتديت احدد بيه العيون. ليه مش اسود؟ لان هيقفل معايا اللوك وانا مش عايزه اقفل اللوك، عايزاه يبقى رايق كده، فحبيت ان احط الكحل يبقى اسود. وهبتدي بقى ادمج بكل الالوان اللي انا عملتها، وكمان احط اللون التركواز. ودلوقتي ركبت الرموش زي ما انتم شايفين، الرموش بتغير اللوك خالص. واخدت البنسل بروش وحطيت عند مدمع العيون اللون الفاتح. وبس كده، شايفين اللوك ورسمة العيون عاملة ازاي خطيرة. استنوا بقى الجزء التاني.